6 صباحا بتوقيت جرينتش، 9 صباحا بتوقيت مصر، والذهب قفل امبارح عند 4098 دولار للأونصة. براجع معاك، احنا أعلى نقطة وصلنا لها امبارح 4161 وأدنى نقطة 4004، وقفلنا عند 4098 اللي فتحنا عندها النهاردة. أعلى نقطة وصلنا لها النهاردة 4116 وأدنى نقطة 4066. بأكد معاك إن عندي منطقة المقاومة عند 400، وما تقوليش مخترقها النهاردة، العبرة بشمعة الإغلاق. وعندنا منطقة دعم أولية 4050 ثم 4000. أهم خبر مستنياه الأسواق هو مؤشر أسعار المستهلكين بكرة الجمعة 24 أكتوبر. الخبر ده يعتبر المؤشر الرئيسي اللي بياخد عليه الفيدرالي القرار إن كان هيخفض ولا هيزود الفايدة. مؤشر أسعار المستهلكين متوقع إن هو يكون 3 علامة عشرية 1، هو ده المتوقع. لو طلع أعلى من كده ده هيكون مدعاة للفيدرالي إن هو يحافظ على معدلات الفايدة العالية أو يثبت الفايدة بمعنى أصح، وبالتالي ده هيكون ليه تأثير سلبي جدا على الذهب. ولو طلع أقل من 3.1 معنى كده ان التضخم في طريقه للهبوط، فده هيشجع الفيدرالي اكتر ان هو يخفض الفايده، وبالتالي ده هيكون ايجابي للذهب. اما فيما يخص اسعار الذهب المحلي، عيار 21 5 560، عيار 24 6 360، الجنيه الذهب 45 200.